في نوع من الحماوات مش غيرانين على ابنهم، لا، دول غيرانين من ميرات ابنهم نفسها. لو حاسة إنك في حرب باردة مع حماتك يبقى الفيديو ده ليكي. يا بنتي دي حقيقة بتوجع، بس لازم تتقال. الحمادي بتبقى غيرانة من راحة ميرات ابنها، من ضحكتها، من مكانتها عنده، كأنها غريبة داخلة تاخد منهم حاجة، مش بتبني بيت. تلاقيها بتراقب كل تفصيلة، الأكل، اللبس، طريقة الكلام، حتى الضحكة. لو ميرات الابن جابت جهاز جديد تروح تجيب زيه أو أغلى. لو لبست حاجة حلوة تلبس أحلى، وتستنى كلمة أنتي أحلى منها، وتيجي تحت كل ده وتقولك أنا بخاف على ابني. لا يا مدام، أنتي مش خايفة عليه، أنتي خايفة يتعلق بوحدة غيرك ويعيش حياته بعيد عن سيطرتك. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمودة والرحمة وسلام القلوب، والحسد والغيرة دول أمراض بتنهش في الروح، والبيت اللي فيه غيرة ومنافسة عمره ما حيكون آمن. خليني أقول لكم إن الغيرة دي مرض بيهدم بيوت بالبطء، بتخلي البيت كله توتر، والابن في النص تايه بين أمه وميراته. بس خلينا نقول الحقيقة اللي بتوجع، اللي بتنافس ميرات ابنها عمرها ما حتكسب، لأن مهما عملتي انتي ودي حاجة عظيمة، بس مش نفس مكانة الزوجة. لو فضلتي في المنافسة دي هتخسري احترام ابنك قبل ما تخسري ميراته، وهيجي يوم يختار راحته حتى لو بعيد عنك. ميرات ابنك مش عدوة، دي شريكة حياته. ادعي ربنا واكتبي في التعليقات اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد واجعلنا أسبابا للسكينة. البيوت بتعمر بالحب مش بالحرب. خلوا خلوة مع الله النهاردة صفاء للنفوس وطلب للرحمة.